السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، السودان، مصر، كل البلاد. ربنا معاهم، ربنا ينصرهم نصر عزيزا مقتدر. اللهم نصرك الذي وعدت. بشكر كل اخ واخت خارج مصر وداخل مصر، على راسي والله. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، وانتوا السند والعون بعد ربنا. بشكر الناس الجديده اللي دخلت قناتي، نورتوني وشرفتوني، وانتوا تاج على راسي. حطوا لنا بقى اللايكات بجد، وكومنتاتكم كمان الحلوه اللي بتسعدني. لايكاتكم لو عجبكم الفيديو. ما تنسونيش باللايك يا جماعه. هنتكلم النهارده في كذا موضوع. الست ام جانا، وهنتكلم على سماح حوارات، سماح حب حياتك وقرفينا معاكي، وهنتكلم على اللايف اللي كانت عاملاه ياسمين. مبدئيا هنتكلم على سماح، واحنا عارفين العناوين الفيك اللي بتكتبها، وهي قاعده على الترند دلوقتي يا جماعه. اللي بجد يعني سماح واخدانا فحت ورد. كانت كاتبه برضو بوست كده، وبتقول اللهم اني استودعتك نفسي وامري كلها، وتركت كل شيء في حياتي. وبقى كلام كتير، بس انا بلخص لكم يا جماعه المنتدى اللي كانت كاتباه. طيب يا سماح، انت معروفه بالعناوين، واخدانا فحت وردم زي ما بقول. كل شويه فيديوهات دلوقتي بقى من ساعه الناس ما طلعوا بهدلوهم طبعا. بهدلوا عدوله ومحمد وماما سحوره، وقالوا لها ازاي سايبه بنتك كده فمن ساعتها بقى وسماح ظهرت لنا. عادل بقى هو ماسك الانبوبه في مره، وبعد كده ماسك الغساله وعندها في الشقه، وبعد كده بقى محمد وعادل فيديو كمان لقيناهم بقى بيركبوا لها الاضاءه بتاعت الشقه، وبعد كده فيديو تاني ليها وهي بتفرش المطبخ. يعني يا جماعه مش هنخلص، احنا حافظين سماح بتعمل بجد يعني احنا متعودين على سماح بقالها 6 7 سنين على الوضع ده يا جماعه. هنيجي بقى لسماح، ناس كتير قالت لها بطلي صوتك الشتوي ده، لان فعلا انت عامله رقيقه قوي يا سماح. انت ما كنتيش كده على فكره. وبعدين انت كنت بتبتدي فيديوهاتك بالصلاه على النبي، وصلوا على النبي، وكنت بتعملوا مقدمه حلوه كده. دلوقتي لا، انت بتبداي كده، بتبداي في الفيديو على طول من غير الصلاه على النبي. والناس قالوا لك الموضوع ده وانت بتعندي فيهم. صوتك اللي رقيق قوي، انت ما كنتيش كده يا حبيبتي. بعد كده برضو قالوا لك ان اللبس اللي انت بتلبسيه البيجامات والترنج انت يعني شايفه نفسك، يعني ده انت كنت مع جوزك ابو مالك ما كنتش يعني هقول ايه، بس ما كنتش بتلبسي كده. دلوقتي لما هو سايبك على كلامك انت، لما سبتيه ولا هو سابك، دلوقتي بتبتدي بقى الصوت الشتوي واللبس اللي كذا. ما ينفعش يا سماح مهما كنت بقى. يعني انت مبينه لنا ان انت قاعده لوحدك دلوقتي، واخده شقه مستقله وقاعده انت واولادك. طيب هنيجي بقى لماما سحوره يا جماعه. بس عايزه برضه اقول كلمه. ما تعنديش الناس يا سماح، لان الناس فهمتك جدا. المتابعين بقوا اذكياء جدا، عرفوا حقيقتك كويس قوي قوي. عدد بسيط جدا اللي بيجاروكي بس في الكومنتات كده، اللي هم بيحبوكي. فلازم طبعا عايزه اقول لكم حاجه يا جماعه. لما بيكون المتابع بيحب صاحبه محتوى او صاحب محتوى، ما بيشوفش عيوبه. فيعني بيشوف عيوبه كانها مميزات عنده. هو بيحبه، فما عندوش بقى ايه، ما بيفكرش ان هو عنده عيب ايه يعني. طيب تعالوا بقى نتكلم على ماما سحوره بصراحه وعناوينها برضو. اللي من ساعه الناس ما بهدلوها هي وعدوله، فلقيناها برضو يعني كاتبه عنوان وبتقول بنتي الوحيده ماليش غيرها، هعوضها عن كل اللي فات هي وعيالها. ولقيناها بقى جايبه بقى الفراخ ولا جايبه لحمه. كل بقى فيديو بقى مبينه ان هي بتعمل اكل لبنتها. جايبه لحمه، وجايبه عامله رز بسمتي، وعامله شوربه، وقبل كده عملت فرختين وصينيه مكرونه بشاميل يعني يا جماعه هنقول لكم ايه؟ بس ما انت كنت ساكته يا ماما سحوره، وياما طلعنا وقلنا لك روحي شوفي بنتك اللي تعبانه وقاعده لوحدها وبتعزل وبتنقل بدراع واحد. يعني هقول ايه؟ بس الناس دي بتضحك عليكم يا جماعه. ارجوكم ما تاخدوش كل حاجه على صدركم كده لو سمحتوا. الناس دي بتلعب على الترند، واحنا قلنا لكم ده اللي يهمها الدولارات فقط لا غير. يعني هم بجد هم عارفين المتابع، فعارفين انه يعني من اين تؤكل الكتف زي ما بنقول. حطوا لي بقى اللايك حبايبي، وهنتكلم على الست ام جانا. وكانت راجعه من القاهره، وهي قبل ما تنزل طبعا
بعد ما طلعت قالت ان انا كنت لابسه العبايه بالشقلوب يا جماعه، يعني بالمشقلب. الطرحه نفس الحكايه. الست دي بتقوم الصبح ما بتغسلش وشها، بدليل ان وهي قبل ما تنزل ماسكه الكاميرا وراحت. بصراحه احنا اتخضينا بالمنظر، قربت الكاميرا عليها قوي كده وقالت ايه ده، هو انا وشي فيه ايه النمش اللي في وشي ده؟ يعني انت ما بتبصيش خالص في المرايه يا ام جنى، ما بتغسليش وشك انت، والله ما غاسله وشك، انت نازله همك على الفلوس وخلاص. راجعه بقى من القاهره على كلامها، وجايبه فينو بقى وجبنه رومي ولانشون وب 10 جنيه مخلل زي ما بتقول، وقعدوا طبعا كلوا. الناس بقى قالت لها في الكومنتات ان مازن جوزك شوفيه حرام عليكي، ده عيان تحت عينيه اسود وشكله فعلا مازن باين عليه التعب. قالت لهم من شرب السجاير ده انا هسيب له البيت وامشي، انا هعمل له ايه، هو حر، هو في حاجه اسمها كده؟ زي ما عملتي بنتك جنى بالظبط لما الدكتور قالك عندها حاجه في مناخيرها هي اللي بتخنقها وما بتقدرش تاخد نفسها. انا مش عارفه ازاي انت مش مهتميه بالناس دي، انت مش فالحه الا في الاكل. عارفين يا جماعه، وانا بسجل الفيديو ده دلوقتي الساعه 2:30 بالليل والله العظيم ام جنى قاعده بتعمل محشي. ام جنى بتعمل محشي، تخيلوا، فاتحه لايف من بدري جدا وقاعده بتعمل محشي الساعه 2:30 يا جماعه. يعني الست دي بجد لا، وبتفكر بكره، قالت انا جايبه كرنبايه معايا تاني وهعملها حله لبكره. احنا ما عشناش يا ام جنى، والله ما عشنا يا ام جنى. المهم قالوا لها السجاير ومش السجاير، خدي جوزك وروحي وديه للدكتور. ودي لا، ده انا هسيب له البيت، انا هعمل له ايه يا جماعه، هو حر، انا ماليش دعوه. ما اعرفش يعني الواحد هيقول لك ايه يا ام جنى. واحده دخلت لها في الكومنتات وقالت لها استحلفك بالله لو سمحت يا ام جنى فك المخالفات عن الست ايمان اللي طلعت يعني ودعت على ام جنى، اللي ام جنى قفلت لها صفحه الفيسبوك. قالت لها لا، هي ست صليطه اللسان، هي تستاهل. انا كان في امكاني ان انا اطلع واشتمها وارد عليها وادي عليها، لكن انا مش كده. وبعدين اسامح مين؟ اللي بيسامح العباد ربنا، هو واحد بس اللي بيسامح هو ربنا. ماشي، ربنا بيسامح يا ام جنى، لكن احنا نقدر نسامح، لكن الغفران في ايد ربنا بس. احنا نقدر نسامح البشر، لكن انت بجد انا مش عارفه ايه قلبك الحجر ده. اتكلمنا معاكي كتير يا ام جنى، قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، لان الست دي طلعت ان هي تقريبا جوزها متوفي وقاعده بتربي يتامى. فحرام عليكي يا ام جنى، اتقي اللي انت جربتي الحوجه. عايزين نتكلم كمان في موضوع جنى يا جماعه، ان البت دي ابتدت دلوقتي ترد عليها، ابتدت ان هي ما ليها حق. البنت الصغيره شايله هم، بتسلق الكرنب لوحدها، بتعمل لها الصلصه. مش عارفه بجد انت هتاخدي ايه من الدنيا، هتاخدي ايه من الدنيا يا ام جنى؟ انتبهي لاولادك. المهم جنى عملت الشاورما، وشويه لقينا ام جنى اتخنقت من الريحه. الريحه وحشه قوي يا جنى، واتخنقت وقامت فتحت الشباك. افتح المروحه يا ريان، ايه ده، ايه ريحه الزيوت دي وايه ريحه الشاورما الوحش؟ اما انت بتقولي كده يا ام جنى، ومنظر فعلا الشاورما شكلها يسد النفس والله العظيم. في ايدك تقولي لجنى ما تاكليش الزيوت دي، هي وريان. ريان نفس الحكايه، بياكل الشاورما بالليل الساعه 2 بالليل و3 بالليل. انت مش طايقه الريحه يا ام جنى. حافظي على اولادك واكليهم اكل صحي. جوزك اللي تعبان ده خديه واكشفي له. سيبك من السجاير، هو هيبطلها، لكن انت بجد مهمله في اولادك ومهمله في جوزك، مش فالحه الا في المحشي والاكل وخلاص على كده. طيب حطوا لي بقى اللايك حبايب قلبي، ربنا يهديها لحالها يا جماعه، وده اللي هنقدر نقوله. هنيجي بقى لياسمين، ما تنسونيش باللايك يا حبايبي. وكانت عامله لايف بصراحه، هم لايفاتهم كلها كده، لايف هدى وياسمين والحاجه بطاطا. لكن اللايف ده كانت هدى تعبانه، واحمد جوزها راح يجيب لها اكل، ويعني كان بياكلها ويديها العلاج وكده، لان هدى قربت تولد طبعا وجالها دور برد، اتعادت من الست بطاطا. شايفين بقى الست بطاطا قاعده جنب ياسمين، وعمالين ياكلوا بقى في بطيخ وقصب وعاملين فرح،
ولافا تضرب ابنها سليم، وسليم يضربها، واخر بهدله واخر قله ادب. والله العظيم الواحد بيتكسف لكم سلف. يعني المفروض تقفلوا الكاميرا دي وكفاياكوا، لكن للاسف الناس بتحب تتفرج عليكم عشان تتفرج على المهزله دي، وانت فرحانه اللي القن بيعلى عندك طبعا. وعشان تقبضوا يا جماعه، ما هو لايف زي ده بيبقى فيه بال5000 وال6000، فليكوا حق. طبعا البنت ضربت الولد برضو، والواد شدها من شعرها. مواويل يا جماعه بتحصل في اللايفات. شفنا بقى الست بطاطا لما كان ضني داخل جايب عود قصب، وداخل بيقول العود القصب ده لسليم. ردت الست بطاطا قالت له ايه بقى؟ قالت له انا ما كنتش اعرفك كده، انا ما كنتش اعرف كده ان انت يعني زي ما عندكش شخصيه او حاجه زي كده يعني. الواحد بصراحه من كتر كلامهم حقيقي يعني احنا بنتكسف للناس دي يا جماعه. هم دول اللي كسفنا وعرتونا وبهدله وشتايم وقله ادب على الملأ كده. لكن ربنا يهديكم لحالكم زي ما بنقول. طبعا الست بطاطا قالت لضني انا كنت الاول كانت بتستجدعه، يعني هي قالت له انا كنت بستجدعك لغايه ما دخلت علينا بعود القصب. يعني انت الاول ما كنتيش بتستجدعيه؟ يعني واحد زي ده انت عايزه منه ايه؟ اللي خلاه رامي امه ومضحك الناس على امه، ومخلي مراته تقل في ادبها وتنبط عليها. انت هتعوزي ايه؟ هتعوزي ايه منه؟ المهم ياسمين بقى اللي ما عجبنيش ان قاعده تتكلم في اللايف وتقول انا لسه يا جماعه ما حضرتش هدوم البيبي ولا حضرت الطقم بتاع المستشفى. طيب ده بجد يا ياسمين نظام شحاته؟ اسمحي لي اقول لك كده، مع ان بقى الملصقات نازله عليكي ترف. يعني معنى ان انت تقولي ما جبتش هدوم طب ما انت لسه جايبه لسليم وجاي له هدايا قد كده، ما كانش قادر ان انت تجيبي للبيبي ابنك اللي جاي تجيبي له هدوم؟ كده بتقول للداعمين بصوا لي بقى يا داعمين. هتكلم بقى في اخر حاجه يا جماعه. ودخلت لهم واحده اسمها مها عماله ترمي لهم بقى في ملصقات ما شاء الله طول اللايف، وقالت لها خلي سليم يقول لي يا طنط. طبعا على اللي ياسمين عملته بقى طنط طنط وست بطاطا. يعني ايه يقول لك طنط؟ ما تبعدوا بقى عننا يا جماعه انتوا. وفضلت ماسكه الست مها تريقه 3 ساعات يتريقوا على الست دي عشان بتقول لي ياسمين لسليم قول لي يا طنط. هقول ايه ولا ايه ولا ايه؟ انا نفسي بصراحه ياسمين انت داخله على ولاده، يعني انتوا بتتعبوا من القعده دي اكيد، بس الفلوس مقويه قلبكم للدرجه دي؟ اقفلوا اللايف وعالجوا مشاكلكم والهيصه اللي انتوا بتعملوها دي. زي برضو صدفه سايبه بنتها وهتسافر خلاص، او زمانها سافرت لان كانت بتقول هي هتسافر يوم الثلاث، وسايبه بنتها للتلطيش. طبعا احنا عارفين البنت لافا كلهم بيلطشوا فيها، وانت قلت الادب، انت لسانك طويل، واللي يزقها واللي يعملها واللي يقول لها انت رخمه، انت دمك تقيل. طب ازاي يا صدفه انت سايبه بنتك كده؟ والله العظيم انتوا عيله غريبه. وفعلا زي الناس ما بتقول عليكم ان انتوا للاسف يعني مفيش حد رباكوا، او انتوا مش عارفين تربوا ولادكم. اكيد الولاد هيطلعوا نفس العينه بتاعتكم بالظبط. ربنا يهديكم لحالكم ويهدينا جميعا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.